السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في قناتكم استاد كورة. هنسمع دلوقتي تعليق كابتن رضا عبد العال على مباراة النادي الأهلي والداخلية وفوز النادي الأهلي 2-1 على الداخلية. نسمع رضا عبد العال هيقول إيه ونرجع تاني لحضراتكم، انتظرونا. بيتعد دلوقتي طبعا في الاستوديو التحليلي، وهيجيب لك الفقرة التحكيمية في الآخر اللي هي فيها الغلطات والأهداف والكلام ده. ولكن الأهلي بيلعب الداخلية، اتفرج على المباراة، عقم ثم عك ثم عقم ثم عجن ثم عقم ثم مستوى سيء. هل لو الأهلي بيلاعب بيراميدز هيبقى المستوى كده؟ طيب نقول حتة تانية عشان الناس اللي طلعت ترد علينا المرة اللي فاتت تقول لك لا الزمالك مش من حقه لأن ما بينافس. طب والفرق اللي بتهبط دي ما بتنافس؟ يعني الداخلية لما هيلاعب الأهلي مرتين، واخد بالك، وفاركو مرتين، وشوف ده جدوله رقم مركزه في الجدول رقم كام، وده مركزه في الجدول رقم كام. هي دي تكافؤ فرص؟ لما فرقتين هيهبطوا تديهم للنادي الاهلي عشان ياخد الثقه ويهبط فرقتين؟ انت مش مهم عندك مين اللي يهبط، يولعوا بجاز، مع ان مفروض الداخليه تحتاج وفاركو يحتاج والمقاولين يحتاج والبلديه تحتاج، لان هم مش شايفين الا نادي واحد بس بيديله ماتشين داخليه، ماتشين طلائع الجيش، ماتشين فاركو، وبعد كده في وسطهم ماتش الزمالك. يبقى ده دوري؟ يبقى ده مش تفصيل؟ يبقى ده مش تفصيل يا اللي انت مبوظ الدوري وجاي كله مفيش حد بيدافع عنك الا النادي المستفيد الوحيد بس، وشويه المطبلاتيه اللي بيقبضوا القبيضه والناس الرخاص انت عارفهم كويس قوي، اللي طالعين يدافعوا عنك عشان هم ليهم مصالح عندك، واخد بالك، وانت ليك مصالح عندهم، فهم بيدافعوا عنك. انما اي حد تاني، لا الداخليه هتدافع عنك ولا المقاولين هيدافع عنك ولا الفاركو هيدافع عنك، لانك انت ظالم الناس دي، انت قاتلهم. يعني قبل كده لعبت البلديه في الدور الاولاني، كانت البلديه لعبه سيراميكا وخسرانه 5-4 ولا 5-3، كان يوم تلات، لعبتهم يوم جمعه وبعد كده لعبتهم يوم تلات، يعني في 8 ايام لعبتهم، وخليت اللي هو اخر مباراه الاهلي عشان كان رايح مديامه ياخد الثقه قبل ما يروح، مع ان كان في ماتش بعديها كان طلائع الجيش انت اجلته عشان الدنيا كانت مكهربه، لان لو لعب الماتش ده وراح كان اتعادل كان خرج، او المجموعه يعني كانت اتلخبطت، فانت خفت لعبت البلديه عشان ياخدوا الثقه، خلاص اصل الماتش اللي جاي انا ضمنته مفيش مشكله، انما الماتش اللي بعديه كان ضرب نار فلا ما ينفعش، فقمت جاي ماجل له. وطبعا الناس في الهوا، وناس طبعا يعني على هواها الكلام ده، وفي ناس طبعا مش دريانه. يعني انا بقول لنادي الزمالك لا، العب الماتش بتاع النادي الاهلي، ما تنسحبش. هتنسحب ليه؟ لانه مش هيطبقوا عليك انت اللائحه والقوانين والدنيا والدين، مش هتطبق الا عليك. طب انت فايق الفتره دي، معلش خسرت ماتش المصري بس الفعل فاعل، ولكن انت فايق، العب ماتش الاهلي ووريهم ان انا هلعب، وفي حكام اجانب، ويا ريت مع الحكام الاجانب تجيب مخرجين اجانب عشان تضمن، عشان ما يحصلش الماتش الاولاني بتاع سيف الجزيري ضرب الجزاء ويقول لك لمس من هنا وما لمس من هنا تبان ضرب الجزاء، والناحيه الثانيه يبين لك مش ضرب الجزاء، زي كرة زيزو اللي كان في الاول اللي خرج مصاب. يبقى انت عشان تضمن مخرجين اجانب وحكام اجانب، ونفس الكلام لبيراميدز لو عايز الدوري. مش عايز الدوري يبقى خلاص بقى، ما توجعوش دماغنا وما توجعوش قلبنا. لكن هرجع اقول لنقطه، يقول لك ايه عشان تكافؤ الفرص. طب والناس اللي هتهبط دي، هو ده مش تكافؤ فرص؟ هو انت لما تلعب الاهلي الاثنين داخليه بتقضي عليه 6 بونت راحوا، ده كده تكافؤ فرص؟ لما بتلعب فاركو وهو بينافس على الهبوط 6 بونت مع النادي الاهلي اللي هو بينافس على المقدمه، يبقى ده تكافؤ فرص؟ احنا بنتكلم، مش هنتكلم في الكوره، احنا هنتكلم على الدوري سمك لبن تمر هندي يا عم الحاج، يا اللي انت بتفصل على المزاج. يعني هيلعبك لعبك فاركو، وبعد كده لعبك الاتحاد، وبعد كده لعبك النهارده الداخليه، بعد كده الزمالك، بعد كده فاركو، بعد كده الداخليه، بعد كده الطلائع. يا نهار اسود،
كام ماتش عشان يوصل للنقاط اللي هو عايزها، عشان لما يوصل لغايه ماتش بيراميدز يكون ايه معدي بونت، عشان لو خسر يبقى لسه في الماتش التاني يعوض. انما هو لو خسر دلوقتي لاعب بيراميدز وخسر او فيوتشر وخسر هيبدا يقع، وانتوا شايفين المستوى ضعيف وهزيل وسيء. محدش يقول لي لا اكسب واجري، مش ده، مش النادي الاهلي اللي جايب احسن مدرب وجايب احسن لعيبه وعنده اكبر جمهور وعنده احسن استقرار، واخد بالك، وتيجي تقول لي لا اكسب واجري. اكسب ايه؟ ده النهارده لو الداخليه شدت حيلها شويه كانت اتعادلت، واخد بالك. الماتش اللي فات لو الاتحاد شد حيله شويه يتعادل. فين بقى المستوى؟ انتوا عايزين تكسبوا كده وتاخدوا الدوري كده؟ لا، بص على الناحيه الثانيه، بيراميدز اداء، سكور، كوره، اهداف، شكل في الملعب. في فرقه عايزه تاخد دوري، دي فرقه شكلها عايزه تاخد دوري، بس ربنا يبعد عنها الحكام ويبعد عنها لجنه الايه ولجنه ايه ولجنه ايه، واخد بالك. الحكام والكام لجنه اللي هم حواليهم، اللي هم مره يوقفوا رمضان صبحي، مره يوقفوا الشيبي، مره ده انت بعد وقف الشيبي ده اقسم بالله لازم تحطه. يعني انا لو منكم اقدم استقالات وامشي بعد ما اتفضحتوا فضيحه عالميه ورحت الكاس وجابها من الكاس وقال لك لا يلعب. بعدين انتوا ما خدتوا عشان تراضوا، مع ان النادي الاهلي مش طرف. انتوا بتراضوه ليه؟ بتخلوا شكلكم وحش ليه؟ يعني مخلين شكلكم وحش ليه؟ طب ما خلاص ده حكم محكمه، انا مالي، خلاص راح وخلاص، ومن حقه انه يروح، واللوائح بتقول كده، والفيفا قال لك كده، راح تدي 6 ماتشات. يا ناس اختشوا بقى. لا صحيح، اللي اختشوا ماتوا، اللي اختشوا ماتوا. انتوا ما بتختشوش، انتوا بجحة، انتوا فاتحينها على البحر، واللي عاجبه عاجبه مش عاجبه عاجبه. السنه اللي قبل اللي فاتت قال لك الزمالك ما يشتركش في السوبر، خلاص، مع ان نفس اللي اتقال هنا نفس اللي اتقال هنا، بس خافوا من ده ومشوا كلام ده وقاموا جايين مطبقين اللوائح على النادي ده. دي مش كوره خالص والله، ده ما كوره ولا عدل، ولا هنشوف مستوى ب3 جنيه. هو نحمد ربنا ان الفرق اللي معانا في مجموعه كاس العالم كلها على قد حالها، يعني على قد حالها، ورغم كده لو انت ما وصلتش يبقى انت السبب، انت كاتحاد كوره انت السبب في اللي انت بتعمله ده. هيبقى ظلم باين، بس هنوصل ان شاء الله غصب عنكم وغصب عن اي حد. نرجع تاني الماتش، الزمالك كسب، والله ما اتفرجت عليه. انا اتفرجت على الهدف الاولاني اللي هو بتاع مصطفى شلبي. طبعا في ناس هتطلع تقول لك لا فاول، خلي بالك الماتش اللي فات برضو بتاع البلديه في جون برضو ابراهيم عادل نط مع الجون. ازاي انا كحارس مرمى وايدي يعني ايدي لما بعمل كده ببقى طول اللاعب اللي هو الصغير ده، ايدي وانا رافعها كده، لما ابراهيم عادل يطلع مع الجون ويجيبها بدماغه ويقول لك لا اصل هو زقه ايه؟ طب النهارده ما زقوش، النهارده اوباما قد كده وطلع مع الراجل اللي طالع ما تعرفش طالع بيعمل ايه، اللي هو شيكا حارس المرمى، طالع يعمل ايه مش عارف، وطبعا تك ودخل الجون. هيقول لك بقى ده فاول ومش فاول. طب وكرة البلديه ما كانتش فاول؟ يعني جون البلديه الثاني اللي الاهلي خد فيه 3 بونت ما كانش فاول. فما تقولوش بقى ايه اصل ده وهنا فاول، يعني اللي ليكوا تطلعوا تقولوا ده مش عارف ايه، واللي عليكم تقول لا ما حصلش وما فيش وكل ده كذب ولا والحكم. فاحنا بنقول حق ربنا، واللي يزعل يضرب دماغه في اقرب حيطه له يضرب دماغه. انا لا اهلي ولا زمالك، انا بقول عشان الكوره تنضف وتعلى ويبقى شكلنا حلو، يعني ناس تاخد قرارات ويبقى شكلنا حلو بقى. ده احنا شكلنا اقسم بالله بقى دوري عره، كل الدوريات ده المنتخبات كلها بتلعب كوبا امريكا، منتخبات عندك اليورو بتاع اوروبا بيلعبوا، واحنا لسه الدوري يخلص في شهر 10 في شهر 10 اللي جاي. ليه كل ده؟ ليه؟ عشان الاهلي بيشترك في بطولات كده. انا مالي ما يشترك ويجي يلعب في الدوري، ما كل الانديه بتعمل كده، ريال مدريد بيعمل كده، الوداد بيعمل كده، الصفاقس بيعمل كده، الترجي بيعمل كده، دول الخليج السعوديه الهلال بيعمل كده، النصر بيعمل كده، كله، الامارات، كل الدوريات خلصت الا الدوري بتاعنا يا عم الحاج.
يا عم الحاج الدوري بتاعنا يعني الدوريات كلها خلصت واحنا اللي لسه الدور الثاني. وبعدين يجي بقى لو انت فير انت خلصت الدور الاولاني لسه في مؤجلات، لا ما ابداش الدور الثاني الا لما ابدا اما اخلص الدور الاولاني. لا يجيب لك ماتش بتاع الداخليه 2 ورا بعض، البلديه 2 ورا بعض، فاركو 2 ورا بعض. طب والمصري فين؟ سموحه فين؟ سيراميكا فين؟ مش دول ده المصري اول ماتش في الدور الثاني ما جبتوش ليه؟ سيراميكا بعدها بماتشين ما جبتوش ليه؟ فيوتشر بيراميدز اللي لسه 4 ماتشات لسه ما اتلعبوش، فيوتشر ماتشين وبيراميدز ماتشين، ما دخلتش واحد ليه او 2 ليه هنا عشان نخلص؟ انما لا رايح تنقي الدور الثاني عشان توقف فرقه على رجليها عشان تنافس، عشان لو حتى بالفرض ان هي خسرت من بيراميدز يبقى الفرق 3 بونت، يبقى عنده ماتش بعديها يقدر يعوض يجيب ال3 بونت تاني. لا ده كده والله العظيم حرام، ده كده مش دوري، والله العظيم كده ما دوري كده. يعني انت عارف بقى كان زمان ايه فرق الشركات لما في بطولة الجمهورية عايزين يصعدوا فرقة هي اللي توصل للنهائي كانوا بيعملوا لها كده، يفضلوا في المجاميع يجيبوا لها الفرقة الضعيفة الفرقة الضعيفة الفرقة الضعيفة الفرقة الضعيفة لغاية ما يجي في المجموعة التانية الفرق القوية يفضلوا يخبطوا في بعض، يخبطوا لما يقعوا فرقة ما كانش بيبقى ليها أي تواجد تقوم جاية هي اللي صاعدة وملاعبة الفرقة اللي هي هم عايزينها تاخد بطولة الشركات. ده كان بيحصل في الشركات، فده دلوقتي بيحصل في الدوري العام. على العموم الأهلي كسب وخد 3 نقاط من فرقة بتنافس على الهبوط. هيجي الماتش اللي بعديه سيبك من الزمالك بقى، هيلاعب فاركو هياخد منها ال3 نقاط، فرقه بتنافس على الهبوط. يبقى فين اين هنا بقى العدل؟ اين هنا بقى تكافؤ الفرص؟ لما فرقتين او 3 فرق انت هتلاعبهم يلعبوا الاهلي في الظروف دي. خلاص البلديه خلصنا منها وانت خلصت عليها، جيت بعد كده خلصت على فاركو وبتخلص، انت خلصت على الداخليه وخلصت على فاركو خلاص، لانك انت ال6 بونت دولت ممكن فاركو يقعد. يعني لو انت ماشي يخسر 3 ورحل له الماتش الثاني في اخر الدور الثاني مفيش مشكله، يبقى لسه عنده امل. انما ال6 بونت دولت لما يتاخدوا منه يقع، الداخليه يقع، المقاولين يقع، البنك الاهلي يقع، اي فرقه من الفرق اللي هي بتنافس على الهبوط ديت المفروض تبعدها عن الاهلي والزمالك الفتره. لو انت في عدل بقى خليهم بقى دولت في اخر الدوري، انما لا انت بتجيب فرق عشان تراضي نادي بعينه وتقوم جاي يعني يهبطوا ويولعوا بجاز، انت مالكش دعوه، انت اهم حاجه تجامل اللي انت عايز تجامله. اين تكافؤ الفرص يا راجل يلي ما عندكش ضمير؟ والله العظيم حرام، والله العظيم حرام. الاهلي كسب والزمالك كسب، خلي بالك كلمه لمجلس اداره الزمالك، العب الماتش اللي جاي بس صمم ان انت تجيب مخرجين وحكام اجانب. انت شايف الدنيا، انت شايف الدنيا بايظه، فانت لو عايز تلعب الماتش اللي جاي انا من وجهه نظري العبه. سيبك بقى من الناس اللي هي بتطلع تقول لك لا ما يلعبش احنا في ظهره، احنا والله العظيم كلكم ولا هتقدروا تعملوا حاجه، وهيتخصم منكم 6 بونت وهتخصم منك 3 بونت، وهتبقى كده انت ظلمت البيراميدز في الماتش بتاعه، عشان ان انت المفروض ان انت امل بيراميدز ان انت توقعه قبل ما يوصل لك. يعني قبل ما يوصل له انت المفروض توقع النادي الاهلي قبل ما يلاعب بيراميدز، انت اللي توقع في الظروف دي، واخد بالك؟ والناس طبعا هتفكر ان انا ضد النادي، انا مش ضد النادي الاهلي، انا ضد الظلم، ضد الظلم. انتوا بتقولوا تكافؤ فرص، اين تكافؤ الفرص؟ انتوا بتقولوا في عدل، مفيش عدل. فانا عشان كده انا ضد الاهلي وضد الزمالك وضد اي حد ما ينفذش العدل ولا تكافؤ الفرص. ولو الزمالك عمره ما بيحصل له كده، الزمالك عمال يلاعب سموحه وعمال يلاعب سيراميكا وعمال يلاعب والمصري. طب اين المصري؟ اين المصري من النادي الاهلي؟ ده اول ماتش في الدور الثاني، اين الماتش؟ ما حطيتوش ليه؟ سيراميكا ما حطيتوش ليه؟ سموحه ما حطيتوش ليه؟ مش هقول لك بقى بيراميدز اللي هو فاضل له ماتشين وفيوتشر، ما دولت اول ماتش في الدوري وثالث ماتش ورابع ماتش، ما حطيتهمش ليه؟ لا عمال تجيب الداخليه من بعيد ماتشين عشان تنهي عليه، فاركو من بعيد عشان تنهي عليه، البلديه انت اللي نهيته في الماتش اللي انت عملته، لعبوا
3 ماتشات في 8 ايام من العيار التقيل، لعبوا المصري ولعبوا سيراميكا ولعبوا الاهلي. فانت كنت السبب في وقوع البلديه. 3 ماتشات ب9 بونت وقعته. الثقه راحت بعد ما كان هو اللي بيكسب، هو اللي بيبدا، هو اللي كعبه عالي. انت وقعته 9 بونت، خليته مش شايف لغايه دلوقتي. وكل ده عشان تجامل ناس بعينها، نادي بعينه. على العموم اللهم بلغت اللهم فاشهد. احنا بنتكلم في العدل، واللي مش عاجبه وتكافؤ الفرص، واللي مش عاجبه ما يتفرجش عليا. وانا عارف ان في قبيضه وناس رقاص وناس لحاسه بتلحس ويتسلطوا علينا عشان يطلعوا يردوا علينا. بس هتردوا على ايه؟ ده بيبقى شكلكوا عره، والمصحف وانتوا بتردوا علينا بيبقى شكلكوا وحش. طلع قال لك رضا عبد العال، سمعوا رضا عبد العال فعملوا البيان. طب انا بقول انا ضد البيان وبقول للزمالك يلعب يا عره. يا اقول ايه تاني؟ والله انت خساره ان الواحد يتكلم في ايام مباركه زي دي عليك. هو بيسدد فواتير، خلي بالكم، وهو ضد المجلس ده عشان ما يتحبس، ولو ما عملش كده هيتحبس. فهو لازم يعمل كده عشان بيسدد فواتير، وانتوا عارفينه بيسدد فواتير لمين. يعني انتوا عارفين ان هو بيسدد فواتير لمين. كل ده عشان ما يتحبس. طب ما انت مش هتتحبس خلاص. انت كنت واخد 35 سنه وعمال تمحلس والكلام ده، وعمال تطلع تمحلس وتهاجم الناس دي عشان تراضي اللي غرف ده. على العموم احنا اللهم بلغت اللهم فاشهد، وبنوصل رساله بما يرضي الله. ولا لينا ذنب ولا لينا دعوه لا باهلي ولا بزمالك. احنا لينا ان المسابقه يبقى شكلها حلو. السلام عليكم. ورجعنا لكم تاني، وده طبعا كان تعليق رضا عبد العال على فوز النادي الاهلي النهارده على الداخليه. طبعا حضراتكم سمعتوا رضا عبد العال كل هجوم النهارده كان على النادي الاهلي، وقال ان اتحاد الكوره طبعا بيجامل النادي الاهلي، جايب له مباراه الداخليه ومباراه فاركو، الفرق اللي بتنافس على هبوط ورا بعض عشان النادي الاهلي يجمع نقاط عشان يلحق ببيراميدز. وقال طبعا ان ده ظلم للانديه ديت، واتحاد الكوره بيجامل النادي الاهلي عشان النادي الاهلي يلحق بيراميدز ويكسب. ده طبعا كان كلام رضا عبد العال النهارده، وتعليقه القوي جدا وهجومه على النادي الاهلي وعلى اتحاد الكوره. ويعني بيقول بمعنى الكلام ان اتحاد الكوره بيجامل الاهلي عشان الاهلي يكسب البطوله. طبعا النهارده حضراتكم شفتوا المباراه، هي كانت المباراة صعبة طبعا لأن النادي الداخلية بينافس على الهبوط، فلازم يبقى محجر قدام النادي الأهلي. والنادي الأهلي طبعا كسب النهاردة بصعوبة داخلية. بس رضا عبد العال النهارده طبعا ما كانش عاجبه خالص، النادي الأهلي ما كانش عاجبه المباراة، وكان عايز النادي الأهلي يلعب فرقة قوية يجي له ويسيب الفرقة الصغيرة دي في الآخر. طبعا ده كان كلام رضا عبد العال وتعليقه وهجومه على الاتحاد الكوره وعلى النادي الاهلي. يا ريت حضراتكم بعد ما سمعتوا كلام رضا عبد العال تنسوش تقولوا لنا ايه رايكم في كلام رضا عبد العال، هو عنده على حق ان اتحاد الكوره بيجامل النادي الاهلي ولا لا؟ تنسوش تكتبوا لنا في التعليقات كلام ردكم على رضا عبد العال، وهل كلامه صح ولا لا. واشتركوا في القناه عشان يصلكم كل جديد، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.